لو انت بتعاني مع مشكلة انك تحب نفسك وتتقبلها، كمل الفيديو ده. وفي اخر الفيديو في تمرينين هيساعدوك بشكل كبير انك تحترف ازاي تحب وتتقبل نفسك. بس في الاول انا عايز اسألك سؤال وفكر فيه معايا. ايه اللي بيجي في بالك اما بتشوف شخص دايما حاطط نفسه الأولوية، بيحب نفسه وبيقدرها، وكمان ما عندوش مشكلة ان هو يقول لا؟ لا لأي حاجة مش تناسبه، لا لحاجة هو مش أولوية بالنسبة له ان هو يعملها. بيجي في بالك ايه؟ هل دي صفة ملهمة ليك، ولا بتشوف ان الشخص اللي بيعمل كده ده شخص مغرور؟ فكر معايا واكتب لي في الكومنت. أنا كمحمد عانيت لفترة طويلة جدا من إن أنا أحب وأتقبل نفسي. كنت دايما بشوف المميزات اللي موجودة في الناس، ولو حد جه سألني إيه الحاجة اللي أنت شاطر فيها، إيه الصفات الكويسة فيك، ما ببقاش عندي إجابة، لغاية ما عرفت مفهوم وبدأت أطبق علم تقبل الذات، وحياتي اتغيرت بشكل كبير من جميع النواحي. سواء الفرص بتاعت الشغل اللي جات لي، سواء نوعية العلاقات اللي حواليا من ناس بتحبني وبتدعمني، سواء نظرتي لنفسي قدام الناس اللي بقت بتنعكس، بقت معدية للي حواليا. فعلا أما تحب نفسك وبتقدرها، الناس اللي حواليك بتبدأ تشوفك بنفس الطريقة اللي انت شايف بيها نفسك. طب المشكلة بتاعت رفض الذات او ان انا ما بحبش نفسي بدأت ازاي؟ غالبا بتبدأ في الطفولة. اغلبنا اتربينا بطريقة مش مثالية. اهالينا سواء بقصد او بغير قصد كانوا بيرفضوا فينا صفات واحنا صغيرين. سواء مثلا انت كنت طفل بيتحرك كتير واهلك عايزين يحسوا بالهدوء، فكانوا بيقولوا لك دايما كل شوية ما تتحركش، اقعد. او ان انت كان عندك فضول، بتحب تسأل، بتحب تتكلم، بتحب تعرف، فاهلك كانوا بيرفضوا الصفة دي فيك. غريزيا كلنا كأطفال اهم حاجة عندنا ان اهالينا يحبونا، عشان يفضلوا دايما بياخدوا بالهم مننا. فعشان خاطر الغريزة دي قوية، بدأت أنا أشوف أهلي رافضين فيا إيه، وبدأت أنا بنفسي أرفضه فيا. بقيت بكره الصفات اللي فيا اللي أهلي بيكرهوها فيا. فهمتني؟ تخيل مثلا كمثال أوضح لك بيه، إنه حد جاي عايز يضربك، فأما جاي يضربك لقاك انت من نفسك ضربت نفسك، فهو بالنسبة له ايه؟ مش هيضربك لان انت عملت الحاجة ووفرت عليه المجهود اللي هو كان هيعمله. فاحنا بقينا نضرب الصفات اللي اهالينا رفضوها فينا. كمان من ضمن الاسباب المهمة اللي بتقوي كره الذات عندنا هي المقارنات. سواء انت بتقارن نفسك باللي حواليك، أو إن أهلك واللي حواليك كانوا بيقارنوك بغيرك باستمرار. ده بيخلي عندك شوية إحساس بالنقص، وإنك دايما شايف اللي حواليك ومش شايف نفسك. وكمان من ضمن الأسباب المهمة هي إنك تربط قيمتك الذاتية بإنجازات معينة. طول ما أنت ما أنجزتش الحاجة دي، فأنت ما تستحقش لا التقبل ولا الحب ولا التقدير. دي أهم الصفات. طيب بالنسبة لي، الفرق بين اللي بيحب نفسه والمغرور، إيه الفرق؟ هقولك ببساطة إن اللي بيحب نفسه ده مركز على نفسه، بيفكر
على جوه، أو بيفكر من جوه لبره. بمعنى إن هو بيطور نفسه باستمرار، عارف مميزاته، عارف الحاجات اللي نقدر نقول عيوب وهو شغال عليها، بيطور نفسه وبيزكيها باستمرار. طب المغرور مركز على غيره وشايف إن هو أعلى منهم، شايف إن هو أفضل من اللي حواليه بطريقة سلبية. أقرب وعي للتفكير ده في القرآن اللي هو وعي إبليس، أنا خير منه. طيب التمرين اللي قلتلك عليه في آخر الفيديو إيه هو؟ هيساعدك بشكل كبير. أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتقعد لمدة نص ساعة على الأقل. عايزك تقعد وتفكر بعمق، وتسأل كمان الناس اللي حواليك، وتكتب أهم الصفات الكويسة فيك وأهم المميزات والحاجات اللي انت شاطر ومميز فيها. واسأل اللي حواليك كمان. بعد ما تخلص كتابة المميزات دي، حاول على قد ما تقدر تدي لنفسك نص ساعة تكتب بعمق كل المميزات اللي انت شاطر فيها وكل الصفات الكويسة. بعد كده خلي الورقة دي جنبك على السرير مثلا، أول ما تصحى الصبح اقراها بصوت عالي، وقبل ما تنام اقراها بصوت عالي. الطريقة دي بتحاول ان انت تبرمج عقلك اللاواعي على ان انت عندك صفات كويسة، على ان انت عندك مميزات، على ان انت كمان في حاجات انت شاطر فيها، على عكس ما كان بطريقة غير واعية نقول، او حتى واعية انت كنت بتبرمج نفسك ان انت ما تستحقش، ان انت ما تستحقش التقدير، ان انت مش شاطر، ان انت مش محبوب. فاحنا بنعكسها بالطريقة دي وتستمر عليها. تاني تمرين ايه بقى؟ في اي موقف تكون فيه اسأل نفسك السؤال ده قبل ما تتصرف. اسأل نفسك ايه اللي هيعمله شخص بيحب نفسه في الموقف ده، والفكرة اللي تيجي في بالك اعملها. عايزك تستمر على التمرينين دول، يعني عايز اقولك حياتك كلها، على الأقل سنة. ده هيفرق بشكل كبير في نظرتك لنفسك وتزكيتك لنفسك، وفي نفس الوقت نظرة الناس ليك. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش انك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفك على خير.